كلام يهمك مع شمال. اتكلمنا عن أصحاب المطاعم، اتكلمنا على العميل نفسه. الطرف بقى المهم جدا جدا برضو في صناعة الطعام، الناس اللي بتشتغل في المطاعم نفسها. الناس اللي بتشتغل في المطاعم أصبحت المشكلة الكبرى لصناعة الطعام في العالم كله، في العالم كله بمعنى الكلمة، لأنه الموضوع أصبح بيقترب من كأنه مهنة من لا مهنة له، وهو مش كده خالص. الموضوع مش كده خالص. الطرف اللي أنا عايز أتكلم عليه جدا جدا اللي هو الطباخ، واتكلمت عليه كتير جدا، اتكلمت في فيديوهات كتيرة، بس يمكن عشان في كلام يهمك فأنا عايز محدش لما يسمعني، لأنه الناس بيتهيألهم إن أنا أتاك، يقول لك إيه، طب هو أنت كنت عملت المطعم ده، ما أنت عامله عن طريق طباخ. أكيد أكيد، لأن أنا أساسا ما بعرفش أمسك سكينة، بس الطباخين اللي معايا عارفين قعدنا كام سنة، أكتر من 3 سنين قاعدين نحط الحاجات وهنعمل إيه وهنشتغل إزاي. الوهم العربي المشترك في صناعة الطعام اللي هو اسمه النفس. سيدة البيت اللي تقول لك نفس، والطباخ العربي يقول النفس. طبعا يجي يقول لك طبعا نفس وبنص، ولازم العملية تكون معمولة بحب. مفيش أي عمل في الكون أي عمل في العالم ما بيتعملش بحب بيبوظ. مش حب بس، ده احنا عندنا 3 مبادئ في شجرة الدر: إيمان وحب وتركيز. طيب، يبقى اللي بيشتغلوا في المطاعم هم ليه طرف مهم قوي وجزء مهم جدا في صناعة الطعام، وجزء مهم جدا لصناعة الطعام المصري والعربي، لأنهم بالفعل بيطلعوا بره الإطار العلمي. بيفضل كل واحد حاططها عنده، مش راضي يعلم حد، مش راضي يخرج حد. وبالتالي المطاعم العربية كلها معظمها كل واحد عنده 10 فروع ولا 5 فروع، عامل له حاجة اسمها المطبخ المركزي. مطبخ مركزي يعني ايه؟ يعني عدم القدرة على إنتاج الأكل اللي بيطلع من المطعم عن طريق استاف، يعني عدم تخريج طباخين جديد. طيب، يبقى الطباخ حضرته بكل احترام طبعا، بحبهم، مره واحد انا وانا قاعد اتكلم فبيقول لي انت كده بتقلل. لا، مش بقلل منه، بالعكس، ده انا برفع منه عشان اخليه يشتغل على سيستم، بقى ارفع من قدره ان هو الاكل بتاعه يطلع يجي بنفس الطعم على طول لو اتبع الانجريدينتس. ودي حاجه عند العميل تاني نرجع ليها. لما تروح في مكان وما تلاقي الطعم اختلف، هو ملوش دعوه، المكان ملوش دعوه، ملوش ذنب، ده اللي بيشتغل ما تستخدمش المقادير دي. فطبعا الناس اللي بتشتغل في المطاعم، سواء الطباخين او الستاف اللي في السيرفيس، اللي هو طبعا في عادات كتيرة جدا خاطئة، زي مثلا يجي عميل ياخد الرقم من الويتر او من الكابتن او من المدير، قال يعني ايه، عايز يبقى عندي حد انا هظبط لك الموضوع. مفيش حاجة اسمها كده. المكان اللي هتظبط المكان بتاعك او الترابيزه بتاعتك عشان انت عارف حد بصفه شخصيه فيه، ده مكان فاشل. المكان اللي انت هيظبطك عشان انت عارف المدير، ده مكان فاشل، ما تروحوش. فطبعا العادات ديت من العادات اللي هي مش كويسه جدا، ومحتاجه بالفعل ثوره تصحيح حقيقيه بالراحه بالثقافه نفسها. يعني الحمد لله انا خدت شوط كبير جدا في الموضوع ده، والحمد لله خرجنا ناس كتيره جدا، والحمد لله عندنا ناس في طلبه، آه، ما شاء الله وصل الراتب بتاعه، الدخل بتاعه الشهري وصل ل40,000 جنيه في الشهر. وياخد زيادة، لأنه هو مركز وبيتبع وتغير وتطور. الإخوة الطباخين والإخوة اللي بيشتغلوا في السيرفيس، بقى خليك ستريت فورورد. يعني مثلا حاجة غلط ما تجادلش كتير، هو خلاص غلط، مش تقعد تقول له أصله كذا بس كذا مش عارف إيه. عملية بسيطة جدا، أنت بترحب بالعميل، بتقعد العميل، بتاخد الأوردر من العميل، وبعدين بتجيب له السلطات والبيفرج، وبعدين بتعمل فولو أب، وبعدين هي حاجات أنت عارفها، فأنت اعملها من غير لف ودوران. أنا مرات ألاقي ناس يبقى هو مش مركز، مفيش تركيز، تبص على ترابيزه ما عليهاش الحاجه، طب ما عليهاش ليه؟ ما انت بتاخد
أنت بعد ما بتاخد الorder مباشرةً في خلال 3 دقايق بتنزّل الحاجة، طب ما بتنزّلهاش ليه؟ عشان حضرتك مش صح. حضرتك لمّا تشتغل أي شغلانة خاصةً اللي بتقدّم فيها سلعة للناس وخدمة، يا إما تكون مؤمن بيها يا تسيبها، ما تسيبها ما تشتغلهاش. الطرف ده مهم جدًا، جدًا، جدًا في صناعة الطعام، لازم يعرف إنه لمّا باقول له clean as you go للطباخ بيتهيأ له إن كده إهانة، ده لازم الواحد إزاي أنت دلوقتي حاجة وقعت منك ما تمسحها، أنت لابس gloves. يقول لك هو أنا أشتغل أنا مش عامل نضافة، ده مش عامل نضافة، ما فيش طباخ الطباخ لازم يكون البوتاجاز بتاعك صح، الحلة بتاعتك صح، تحت رجلك صح، لو مش تحت رجلك صح. أنا دايمًا باقول لهم الإنسان لا يمكن يستدعي حد عشان ينضف تحت رجليه، اللي بتنضف حواليه مش الإنسان، حاجة تانية خالص مش الإنسان. وبالتالي clean as you go ده مبدأ إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم يعُم في جميع المطاعم، ويعُم كثقافة في جميع المطابخ، إنه الطباخ يعرف إنه جزء رئيسي من شغلته إنه يبقى ما فيهوش غلطة. فلمّا نيجي نقول له clean as you go، clean يا سيدي as you go، اتّبع system يا سيدي اتّبع system. هيقعد ناس كتيرة جدًا بتعارضني في موضوع النَفَس، بيقول لك النَفَس. طَب أنا قُلت لأي سيدات كتيرة اتجادلوا معايا في الموضوع ده، قُلت لها: "طَب ما أنتِ 50 مرّة شيّطتِ الرُز، نَفَسِك راح فين؟ ما هو نَفَسِك معاكِ، يعني الموضوع أنتِ تركيز، ركّزتِ الأكل هتطلع صح، ما ركّزتيش هتتخرب." يبقى نلغي موضوع النَفَس ده لأن هو مش صح، مش صحيح. وبعدين المطاعم الأمريكية اللي ماشية بال10.000 و20.000 و100.000 فرع وإحنا قاعدين نقول إيه، مقاطعة. طب ما تشتغل صناعة بقى، ما تنسى النَفَس ده عشان نعرف نعمل مقاطعة بإن إحنا نعمل المطاعم، مش كل شوية ده مقاطعة. أنت عندك مقاطعة؟ أنت عندك مقاطعة؟ عندي مقاطعة، أنت عندك مقاطعة. طب ما أنت بقى اشتغلتِ والّا أنت اشتغلت المقاطعة؟ هل أنت حضرتك اشتغلت مع الطعام على إنه صناعة؟ هل أنت يا طباخ طلّعت من تحت إيدك 100.000 طباخ والّا تقول لي ده سر المهنة؟ لازم نغيّر الحتّة دي، وإن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم إحنا خدنا خطوات قوية في تغييرها. شكرًا.